يقول لك لا ما تنزلش، كفايه البهدله دي. لا دي بهدله. اللي ياخد 228 مليون من تركي الشيخ حر طليق واخده للنادي مش ليه. واللي خد 151 مليون ليه هو شخصيا بجواب رسمي من تركي للدوله دول فلوس مرتضى يتبرع بيهم للنادي، هو اللي بيتحبس. تكلمني في ايه؟ هو في حد رئيس محكمه ورئيس نيابه وحامل ليه اسمه في العالم العربي ورئيس نادي كبير زي نادي الزمالك ومؤلف كتب في القانون وقاضي برلمان من 20 سنه يترمي في السجن عشان قال الخطيب رجع الفلوس الخطيب ورجع ساعات؟ لا ده ظلم. مع احترامي لسياده القاضي ما نطقش. انا بتكلم على المناخ اللي احنا فيه. ومجرد ما برجع اعزل، وقبل ما اتحبس جمد، وقبل ما جمد حل. لا فاحنا كأسرة على الاخر. والله المحكمه حكمت وقال لك يرجع، لان العزل ده اختصاص جمعيه عموميه طبقا للقانون، طبقا الماده 19 من قانون رجعوها قانون رياضه 71. خلاص ايا كان جمعيه عموميه هي اللي جابتك هي اللي تمشيك. انا مش حسين بيه اللي لا اللي الوزير جايبني يمشيني. لا انا جايبني جمعيه عموميه بتجيبني من 92 لغايه دلوقتي. كنت بنزل في قايمه نور الدالي يسقط الراجل المحترم ده وانا الوحيد في قائمه انجح. حماد امام يسقط وانا الوحيد انجح. كسبت اسماعيل سليم في عز جبروته وكان نايم وانا كنت قايله. كسبت كمان درويش 3 مرات وكان رئيس، عشان الاعضاء محترمين فاهمين وجميل عارفه مين يجيب لهم حقهم. سيبوكم من شويه العيال بتقبض وقرفانه. فعندكم جماعه عموميه ان شاء الله، حضرتكم تيجوا تحملوا المسؤوليه، تنتخبوا. لو في انتخابات هيبقى على مقعد، لو في مقعد رئيس يبقى مقعد الرئيس ومقعد النائب الشارع. احنا رجال قانون بنحترم القانون وبنحترم احكام القانون. حضرتك مش هتيجي خلاص انت حر، مش هتيجي حضرتك. وانا عارف ان الجمعيه العموميه بتبقى سيدات الفاضلات بيبقوا توابير. حضرتك مش عايز تيجي الجمعيه العموميه خلاص، حضرتك دافع كام؟ 6 هيجي لك جواب كامل 24 الظهر. حضرتك دافع كام؟ 350. وبعدين انا كنت عامل حاجه ما اعرفش بس ضايقتني يعني. كنت مانع اضافه الزوجه الثانيه عشان كل راجل يحترم نفسه ويخليه في اللي اتجوزها مفيش زوجه ثانيه عندي. فاكتشفت النادي كله عنده زوجه ثانيه. والله بجد مش عايزين نخسرهم. النادي كله بقى زوجه ثانيه وبقيت انا الوحيد اللي مش طبيعي. ده واحد. 2 بقى الاغرب من ده ان الزوجه الاولى بتجيب لي الزوجه الثانيه هي اللي بتقول لي والنبي ضيفها. طب ولا بقى انا يعني عامل عليك انت وانت صعبانه عليا، انت اللي جايه تقولي ضيفها والنبي ضيفها. فانا دايما كنت بسال الزوج، والله الاعضاء كلهم محترمين يعني، اقول له سؤال، هو حضرتك قاعدين في بيت واحد يعني زوجتين؟ يقول لي لا. ليه؟ يقول لي عشان المشاكل. قلت له يا انت خايف على المشاكل في البيت وجاي تجيبهم لي الاثنين هنا يعملوا لي المشاكل؟ ف في حاجات احنا عملناها مش هنغيرها. بنحاول بقدر المستطاع بنحافظ على كيان الاسره. وانا لما بمنع الشورت والشعر الطويل بتاع البنات اللي هو زي بتاع البنات، احنا عايزين جيل من الشباب رجاله زي الواد محمد ناصر ده بتاع الاخوان ده اللي لابس حزازه ومزازه وبيقعد يعمل كده، يقعد يتهز زي البيت صفينار الرقاصه. عايزين رجاله لابس لي جزمه لميع. هعمل له فيديو قريب هينزل بعد خلال يومين عشان ارد عليه، عشان انا لما اعلنت عن حزب فقال لك كومبارس جديد نازل رئاسه الجمهوريه. طب لما انا كومبارس الواد زوبع اللي هو زي المعزه تمام بقى له اسبوع بيشتمني، والواد اللي موقف شعره ابن شاديه المعتز بطل وعيل عبيد اسمه اتقلب في بطل شكل الواد ابن بواب العماره. تمام. هو انا لما كنتوا مهتمين بيا ليه كل يوم تشتموني؟
لا ده انا جبت دعوه بقى يا اخوان. وعشان كده هنا في نادي الوطنيه والكرامه بني ادم اخوه مدرب كبير ورمز كبير الله يرحمه شتم الجيش، جيش بلدي خدته من افات الله تبارك وتعالى. لن اسمح في نادي الزمالك لاي حد يهين جيش البلد، لان ده الجيش اللي حمينا، الجيش اللي احنا فرحانين بيه في 73 لما انتصرنا. ده نادي الوطنيه والكرامه.